ليه البقرة عندها بقعة سودا وبيضة وكمان في بقعة بني؟ يعني مش زي الحصان كل جسم لونه واحد. البقع دي حبيبي مش مجرد شكل عشوائي، دي ليها فوائد كتير جدا للبقر. زي ايه بقى؟ خليني أقولك أكتر من سبب. أول حاجة عشان نميز بين الأبقار، يعني كل بقرة عندها بقع مميزة ليها زي البصمة بتاعة الأصابع عندنا، وده بيساعد المزارعين إن هم يعرفوا أبقارهم بسهولة. ممكن حاجة تانية إن هي بتنظم درجة حرارة جسمها، يعني البقع الغامقة دي بتمتص حرارة الشمس أكتر والبقع الفاتحة بتعكسها، وده بيساعد الأبقار إن هي تنظم درجة حرارتها على حسب الأماكن اللي موجودة فيها، خاصة الأماكن اللي بيكون الجو بيتغير فيها بسرعة. وكمان بيساعدها في التمويه والحماية، لأن في الطبيعة البقع الداكنة دي ممكن تساعدها إن هي تندمج مع المكان اللي هي موجودة فيه، وده بيقلل فرص تعرضها للحيوانات المفترسة. البقع دي حبيبي مش مجرد شكل، دي كمان مرتبطة بجينات معينة، وبعض السلالات زي الهولشتاين المعروفة بإنتاج اللبن عندها البقع دي كعلامة على جودتها وكفاءتها. واو، يعني البقعة مش شكل وخلاص، ده طلع ليها فوائد كتيرة قوي. بالظبط، في الطبيعة كل حاجة ليها سبب وفايدة حتى لو كانت بسيطة زي البقع اللي موجودة على جسم البقر.